وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول صدقي صبحي سيد قائدا عاما للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. هذا وقد أدى الفريق أول صدقي صبحي اليمين القانونية كوزير للدفاع ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. والفريق أول صدقي صبحي من مواليد عام 1955 وقد تخرج في الكلية الحربية عام 1976 ضمن الدفعة 68 حربية، وتدرج في الوظائف القيادية بسلاح المشاة من قائد فصيلة وحتى قائد فرقة مشاة، ثم عين رئيسا لأركان الجيش الثالث الميداني فقائدا له، ليتولى بعد ذلك رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في 12 من أغسطس عام 2012. وحصل الفريق أول صدقي صبحي على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما حصل على دورتي المشاة الأساسية والمتقدمة ودورة تخطيط التدريب ودورة كلية الحرب العليا البرية من الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل سيادته على العديد من الأنواط والنياشين، منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، ونوط 25 إبريل، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية 25 يناير 2011، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى. والفريق أول صدقي صبحي قائد ميداني من الطراز الأول، ويظهر ذلك جليا خلال مسيرته العسكرية طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة. وقد كان للفريق أول صدقي صبحي دوره العظيم أثناء وبعد ثورة 25 من يناير 2011، حينما كان قائدا للجيش الثالث الميداني، ونجح في التصدي لأعمال الفوضى، وتمكن من السيطرة على الانفلات الأمني في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة لعقده العديد من اللقاءات مع القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة في مدينة السويس الباسلة التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة. وعند توليه منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كان من أبرز اهتماماته الكفاءة القتالية واللياقة البدنية لبناء الفرد المقاتل القادر على أداء المهام المكلف بها تحت مختلف الظروف، وبناء جند القرن 21 القادر على أن يتواكب مع أحدث أنظمة وتكنولوجيا العصر الحديث في فنون القتال وأنظمة التسليح. كما كان له دور وطني فعال قبل وأثناء ثورة 30 من يونيو، ورافق المشير عبد الفتاح السيسي في تلك اللحظات الفارقة من تاريخ الوطن. هذا بالإضافة لدوره الكبير في القضاء على الإرهاب بسيناء من خلال متابعته المستمرة وزياراته الميدانية لتفقد القوات بسيناء.